تخيل لو كنت عايش في فترة الثمانينات. ومعاك عربية وقررت تروح اسكندرية. طبعا ما كانش فيه اياميها GPS، ممكن يكون فيه خرائط الورق ساعتها، بس لا، ما كانش معاك اي خريطة. ولكن الطريق ساعتها كله علامات مرورية وعلامات المسافات بتوضح لك المسافة بينك وبين المكان اللي انت رايحه، اللي هي اسكندرية 100 كيلو، وبعدها تلاقي علامة بتقول لك اسكندرية على اليمين، وبعدين تلاقي يافطة تقول لك اسكندرية 50 كيلو، وهكذا علامات بتقول لك انك ماشي صح وفي الطريق الصح. طبعا البديهي لو التزمت بكل العلامات ديت هتوصل اسرع. طب لو العكس اللي حصل، الطريق مفيش ولا يافطة ولا علامة مرورية بتقول لك انك ماشي صح، ساعتها هتحس بالضياع وهتوقف تسأل، واكيد هتسمع الجملة المشهورة: هو قال لك فين؟ ولو واحد مش عارف ممكن يتوهك اكتر. وطبعا بديهي هتوصل متأخر. بل عاوز اقول لك كمان ان لو الطريق كله علامات مرورية وفوتت علامة ما شفتهاش، ممكن تقلق وتحس انك ماشي غلط، وغالبا هتوقف تسأل. هنتكلم في الفيديو ده عن اهمية يافطات الطريق. اهلا بيكم مع رسميكم. ده هيكون الدرس العاشر من كورس خليك جدع، واللي بنكمل فيه الشرح المفصل لكتاب اول 20 ساعة الاكتساب السريع للمهارات للمؤلف جوش كوفمان. تقدر تشوف الدرس الاول والثاني من الاي اللي فوق عشان تفهم هدف الكورس وليه سميناه كده، وكمان ضروري تشوف اول 7 قواعد. القاعدة الثامنة من 10 قواعد لتعلم المهارات بسرعة: انشئ حلقات تغذية استرجاعية. خلينا نبدأ الدرس بمعنى التغذية الاسترجاعية او الفيدباك، سواء قلنا ديت او ديت، الاتنين قصدنا بيهم واحد. بكل بساطة الفيدباك يعني بتاخد معلومة عن الحاجة اللي بتعملها غلط عشان تعملها صح، والحاجة اللي بتعملها صح عشان تفضل تعملها صح. زي ما قلنا في بداية الحلقة، اليافطات اللي في الطريق ديت بتقولك انك ماشي في الطريق الصح، وانك عشان توصل المكان اللي انت رايحه فاضل 100 كيلو، فاضل 50 كيلو، وبتقولك اهلا بيكم في المكان. هي دي التغذية الاسترجاعية او الفيدباك. طبعا لو نفترض ان اليافطات بتظهر لك كل 5 كيلو، يعني بتعرف الطريق الصحيح بسرعة، بنسميها تغذية استرجاعية سريعة. وفي تغذية استرجاعية فورية، واللي بتعرفك مكانك بالظبط والمسافة المتبقية وحالة الطريق ووقت الوصول، اللي هي GPS، بس ما كانتش متوفرة في الثمانينات، بس اديك عرفت يعني تغذية فورية. طيب لو اليافطة بتظهر كل 100 كيلو، يعني بتعرفك الطريق الصحيح ولكن ببطء، ممكن توقف تسأل في الطريق أو تتوه، أو حتى تفضل ماشي في الطريق الصح بس قلقان لحد ما تلاقي اليافطة، واللي بنسميها تغذية استرجاعية بطيئة أو فيدباك بطيء. خلينا نتكلم بالمعنى المطلوب في تعلم المهارة. التغذية الاسترجاعية إنك تاخد معلومة عن أدائك في المهارة، صح أو غلط. كل ما تاخد معلومة عن أدائك أسرع، كل ما تتعلم المهارة أسرع، والعكس صحيح. كل ما تاخد المعلومة عن أدائك أبطأ، كل ما تتعلم المهارة أبطأ. خلينا نقول الأمثلة اللي قالها جوش كوفمان. المثال الأول: فن صناعة الجبنة. يعني لو زي حالاتي بتحب الجبنة الرومي، هو ملهاش الجبنة الرومي بس أنا بحب الجبنة الرومي فهقولها جبنة رومي، وقررت هتعمل جبنة رومي بنفسك، وجبت المطلوب وبحثت عن الطريقة وعملت كل الخطوات، باقي تعرف الجبنة اللي عملتها دي كويسة ولا بايظة. تضطر إنك تستنى شهرين أو أكتر عشان تاخد معلومة عن أدائك، يعني تغذية استرجاعية بطيئة، يعني المدة اللي تكتسب فيها مهارة صناعة الجبن أبطأ. المثال الثاني زي البرمجة، لما بتعمل أي تغيير في الكود تقدر تختبر التغيير ده والكمبيوتر يقول لك التغيير ده صح ولا لأ. ممكن تختبر الكود مع كل تغيير بسيط بتعمله. طيب هتقول لي يا رسميكو أنا مش عارف أجيب تغذية استرجاعية منين؟ هقول لك حاول تصور نفسك وأنت بتعمل المهارة، أو حاول تدور على برامج تساعدك على كده، أو تدخل على جروبات ناس مهتمين بالمهارة ديت وممكن تاخد منهم فيدباك، أو تبحث على النت، وهكذا. خلينا ندي مثال: لو عاوز تتعلم مهارة التحدث في اللغة الإنجليزية، ممكن طبعا تتعلم عن طريق معلم، اللي هي بين قوسين تعليم تقليدي، وده مش موضوعنا، احنا بنتكلم عن التعلم الذاتي فقط. ممكن انك تصور نفسك بكاميرا الموبايل وانت بتتكلم، او ممكن تنزل تطبيقات على الموبايل بتستخدم ذكاء اصطناعي عشان تعلمك. خلي بالك ان اهم ميزة في التعلم التقليدي ان في معلم بيديك فيدباك سريع عن ادائك، ولكن في التعلم الذاتي بتحاول دايما تدور عن معلومة عن أدائك بنفسك. طيب يا رسميكو، ده المهارة اللي عاوز أتعلمها أصلا أو أخذ منها فيدباك، مهارة قراءة، وبحاول أستفيد من كتاب نظري. حاول تقرأ
وتمسك ورقة وقلم وتحاول تعمل أسئلة من الجزء اللي قرأته. يعني قرأت صفحة اعمل منها أسئلة وبعدين تحاول تجاوبها من الذاكرة، ولو جاوبتها صح يبقى فيدباك كويس، لو معرفتش تجاوب حاول تقرأ الجزء ده تاني لأن ده معناه فيدباك سيء. خلاصة القاعدة دي، حاول تدور على تغذية استرجاعية أو فيدباك بتوضح لك انت شغال صح ولا شغال غلط. كل ما كانت التغذية الاسترجاعية سريعة كنت قادر انك تعدل ادائك واسلوبك بسرعة وبشكل صحيح، وبالتالي تتعلم المهارة بشكل اسرع. المقولة بتاعت النهاردة لإيلون ماسك، بيقول إيلون ماسك: اعتقد انه من المهم جدا ان يكون لديك حلقات تغذية استرجاعية حيث تفكر باستمرار فيما قمت به وكيف يمكنك القيام به بشكل افضل. بعد ما قربنا يا برو نخلص ال10 قواعد لتعلم المهارات بسرعه، ايه المهاره اللي قررت تتعلمها وتطبق عليها اسلوب الكتاب؟ في الفيديو الجاي هنعرف ازاي نتخلص من لو مهتم بالمحتوى ده ما تنساش تعمل اللي عليك وخليك جدع.